اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زين. رجعنا لكم حلقة جديدة. اليوم حشوف لكم حرب من كلان شيكو ماكو. طبعا كلان شيكو ماكو من اقوى كلانات العراقية، وكلان جدا قوي مثل ما تشوفون. ال 16 على العراق، يعني فشي رهيب. كلان جدا جدا قوي ما شاء الله عليهم. اختصاصهم اكثريتهم مسح، يعني ما شاء الله عليهم. هذا ما سحنا عن حمودي. خلينا نطلب. فمثل ما تشوفون يعني هاي الحرب مالتهم، يعني عندهم مرات خسارة، بس ما شاء الله جدا اقوياء هم. مثل ما تشوفون نمسحنا، بس مو ذات المسح، يعني احنا مسحنا اكثر منهم بس تعادلنا، واحنا فزنا بالخبرة اكثر. مثل ما تشوفون هم 85.32%، احنا 89.8. يعني احنا جدا فرق هواي. احنا مسحنا الاول والثاني، هم ما مسحوا الاول والثاني، يعني احنا افضل من عندهم بالمسح. فلما مسحنا قدرنا ناخذ خبرة احسن. فخلينا نشوف لكم ايش كم هجمة. خلينا نشوف لكم هجمة القائد. حشوفكم هجمة من القائد لأن ما أريد أضيع الوقت. راح أعكستو مثل ما تشوفون. ذب الملوك، ذب الباولر تنظيف، ذب باقي الباولر، ذب التسريع، ذب الجامب، ومثل ما تشوفون ذب الملك الجديد. مثل ما تشوفون بقى فقط عند سم زائد بويزن زائد التجميد. حط التجميد هنا، ومثل ما تشوفون الكهرباء برا. بقى للملوك خاصية الملكة 3 ذبان، البويزن ذبة. ومثل ما تشوفون قاعد نفترون الباولر حول القرية. طلع الباولر هذا برا، عمين ينظف شوية. مثل ما تشوفون هجمة روعة. القائد جدا قوي، يعني قائد بعد. فمثل ما تشوفون بقى الشغل على الملك والسكان باولر، على الملك والملك أكثر شيء. الخاصية الطاها الخاصية مثل ما تشوف. حتموت ما ماتت على خير ثاني، والله محظوظ. فمثل ما تشوف 99%، وبس نجمة واحدة، يعني لو ما الوقت يعني صدق فتشي يخوف. مثل ما تشوف ومسعب هاي الهجمة عاشت دقيقة. نروح الهجمة الثانية. مثل ما تشوفون هاي الهجمة الثانية اللي كانت تقريبا يعني شبه المسح، بس حرامات كنا يعني ما قدر يمسح. المهم فمثل ما تشوفون ذب الباولر تنظيف، ذب باقي الباولر جوا دخلوا كلهم جوا. مثل ما تشوفون طلع الدم، ذب للبويزن، ذب للدم، وذب للجامب، اقصد الجامب، وذب التسريع بالنص. خوش طريقة. مثل ما تشوفون نظف الاكسبوات، البيت خذل بالنص، وقال انفيرنو واحد. مثل ما تشوفون ومن فوق عنده باولر، من هنا الملك جديد، من هنا الملكة والباولر. مثل ما تشوفون من هنا بقى تنظيف، ومن هنا تنظيف. ومثل ما تشوفون حلو. ومثل ما تشوفون جاب 76%، وهسه جاب يعني ما قدر يمسحها. مثل ما تشوفون قد شوية من القرية، صعب بيها دفاعات هواية، بس التصميم شوية صعب. مثل ما تشوف نسرع باولر واحد. مثل ما تشوف فقط 30 ثانية جاب النسبة 89%، بس ما مسحه. بس بطل والله. هسه نروح الهجمة اللي بعدها ورجعنا لكم بالهجمة اللي بعدها. الهجمة اللي بعدها الرابع هاجم على السادس من قبل ميمو. مثل ما تشوف ذب الباولر تنظيف من هنا، ذب الباولر تنظيف من هنا، ذب مجموعة صغيرة. مثل ما تشوفون ذب الجامب من هنا. مثل ما تشوفون ذب باقي الباولر مثل ما تشوفون قدامكم، وذب الملوك، وذب كل الجنود، ذب الجامب اللاخ، وذب التسريع، ودخل للنص مثل ما قاعد تشوفون امامكم. وهذا الباولر اخذ النجمة بعد شوية من البيت.
يمكن اتوقع حيذب الذبانة، يذب الذبان وجاب البيت يعني كان ما جاب النجمة الثانية. مثل ما تشوفون مات الملكة ماتت، والملك الجديد وبقى هذا وجاب 7600 وخلصت الهجمة. ننتقل وياكم بالهجمة وهسه ننتقل من هجمة صديقي عموري. مثل ما تشوفون هجمة همين كمان باولر، والتصميم شوي معقد بس حاول يعني يجيب النجمتين. ما اتوقع كان يبي يمسح. ما تشوفون هنا باولر تنظيف، هنا باولر تنظيف لأنه ما بيه مساحة زايدة. مثل ما تشوفون ذبنا الملكة، ذب الهيلرات عليها، وراح يذب باقي الباولر عليها، وذب العفو ذب الهيلرات جن كلهن على الملكة. ونسرع شوية. مثل ما تشوفون ذب التسرع الملكة، حاول تدخل جوا، كان يبي يمسح اقصد ياخذ البيت ويقتل الدعم. ولما قتل البيت مثل ما تشوفون امامكم ذب باقي الباولر. حلو، ما تشوفون ذب باقي الباولر وفقط عملية مسح. راح يذب هنا الجامب خوش مكان ذبه، ذب التجميد على البيانو وحط التسريع. ولحسن الحظ جاب النجمتين، بس التصميم جدا صعب صحيح، شوية ضوج معقد، وجاب النجمتين الا شوية بالذبان هنا، وكان يفكر اكيد يعني. هنا ذبان حاط وجاب عفوا جاب النجمتين. عاشد دي عموري. ننتقل للهجمة اللي بعدها. عندنا الهجمة اللي بعدها من اخونا ياسر ذا كينج. ياسر ذا كينج حاول يمسح هاي القرية، ولكن لحسن الحظ شوفوا الهجمة بالاخير حيمسح ولا لا. ما تشوفون ذب الجامبين هنا واحد وهنا واحد، وذب الجولوم زاد العملاق، وبعدها ذب باقي الباولر. ومثل ما تشوفون ذب الهيلرات عليهم، ذب الملوك، وبقى عنده واحد جامب، ذب التسريع، ذب البويزن على الدعم. ما كان مرتبط لأن كان ما لحق يذب البويزن. ومثل ما تشوفون هسه جاب النجمتين، وباقي عنده الباولر هواية. ومثل ما تشوفون ذب نجبه هنا الجامب، وما ذب مفجر سور ما استعمله، مفروض يذبه من جوا، ذبه من جوا عشان يديه. مثل ما تشوفون هنا قاعد ينظف شوية يفيد. هنا الباولر باقي عنده. طبعا الباولر بالبومب جنب بومب يموت، فإذا يعني 2 بومب مثل ما تشوفون المسح ما بقى له شي. هذا مات مثل ما تشوفون عنده انكسر، وما بقى له الا الاكسبو، بقى له برجين ارشاد. طبعا خفاع الملوك مايتين سوا. ومثل ما تشوفون ما بقى له كم باولر، وبقى له الملك الجديد، وبقى له برجين ارشاد. شوية تنظيف. مثل ما تشوفون مات الباولر هذا، مات هذا الباولر، وبقى له هذا الباولر، وهذا الباولر مات، وبقى له الباولر هذا الواحد، وما راح يسوي شي اكيد. فما جاب المسح. خلينا نكمل. ما قدر يمسح لحسن الحظ وما مسح. انتقل الهجمة اللي بعدها، وهاي الهجمة الآخرة من عموري داون 10. الحفار مين حكي، الحفار جدا قوي، اقوى لاعب هسه اقوى يعني جندي بكلاش. مثل ما تشوفون سرعت الهجمة لان هجمة بينة واضحة، وقاعد ينظف الباولر فالكري. باولر اقوى من فالكري يعني طب من جوا يعني سياج. مثل ما تشوفون ذب الباولر هذا ما ينشاف. مثل ما تشوفون ذبوا على الباولر، هذا الباولر يعني فشي يعني خارق. الباولر شي عجيب. مثل ما تشوفون
وهنا نكون هو مسحه. فهسه ننتقل للهجمة اللي بعدها وراجعين. ومثل ما تشوفون هاي هجمة جوكر اللي هو 9 ماكس كل شي. الملوك مالته 30 ما شاء الله. تشوفون هجمته ما شاء الله. ذب الملكة وذب من العمالقة والوزارد، وطوب الفالكري جوا، وذب الجامب وذب التسريعين. ومثل ما تشوف الفالكري فتشي همين قوي من اقوى الجنود، هي والباولر والحفار من اقوى الجنود حاليا. مثل ما تشوف سرع خاصية سرع خاصية الملكة، سرع وسرعها وقال الملك هذا ومسحه. انتقل الهجمة اللي بعدها ورجعنا لكم بهجمتي. طبعا هذا ضعيف مو ذات قوة. هاي هجمتي حمودي وما كان ما عندي ملك ترى. ومثل ما تشوفون ذبيت الزلزال من هنا، ذبيت القرم، وذبيت تنظيف الوزارد فنل، وذبيت المفجر سور، وذبيت الملكة، وذبيت الباولر، وذبيت الفالكري. ما تشوفون حطيت لها دم البيت لان شوية دمرت. ومثل ما تشوف باولر هم سوى شغل. حطيت لها تسريع هنا بالنص. التسريع وينك؟ التسريع اي. فمثل ما تشوفون حطيت دم وحطيت التسريع لان يعني قمت اضرب بنفسي مساحته. مثل ما تشوفون وقع عملية تنظيف، وقع هذا البرج هذا المدفع والمسح. انتقل الهجمة اللي بعدها. انتقل الهجمة اللي بعدها من توتا فما قالت توتا. فمثل ما تشوفون ذبت الملكة التنظيف، وذب الوزارد، ذبت الفالكري هي 20. فمثل ما تشوفون هجمة بينة مثلا تاون 8 عنده جنود وعنده هواية جنود وقال دم. تشوفون مسح 10. انتقل الهجمة اللي بعدها. ومثل ما تشوفون هاي الهجمة من اخونا ضياء القيسي. مثل ما تشوفون سحب الدعم، سحبه، ولما انسحبه ذب الملكة عليه، وذب الجولم، وذب الوزارد تنظيف اكيد يعني شي اكيد، وذب الفالكري كلهم. اقصد ذب الملك وذب الفالكري كلهم. وانتظر ما يوصل للنص ويذب الهوك. ذب الهوك من فوق من الصفح، وعنده دم واحد اكيد راح يذبه هنا لان بومب. ومثل ما تشوف نظفه ومسحه مثل ما تشوف قدامك يا اخي العزيز. هنا هو مسحه. هجمة حلوة بس الوقت شوية ضوج شي اكيد مثل ما تشوف. طبعا عاشت هدية لاخويا ضياء القيسي، كل اخواني عاشت هديهم. مثل ما تشوف اشوف لكم هاي القرية. لا والله طالعة دقيقة. هذا ما منتبه عليه ويا شوية. مثل ما تشوف تاون 8 وتيتان عاشت هدية. ونشوف لكم القرية اللخة تيتان. نرجع ما شاء الله عليه تيتان 2 وهو تاون 8 ما شاء الله. وقرية اللخة هاي مثل ما تشوفون امامكم. هذا طلع ملك لان مثل ما تشوفون همين تيتان عاشت هدية. تيتان تاون 8 كلهم بكلان هذولا عاشت هديهم. طبعا هنا نكون وصلنا لتحققنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم حمودي قناة كلاش اوف كلاش وذ سوبر سيل. مع السلامة.